السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. موضوع بدأ يبقى فيه عناوين كتير وأرقام كتير ومواضيع كده وتفاصيل زيادة عن اللزوم. بس في اللغات الحديثة بقى، لو انت تيجي تتكلم على البايثون مثلا او تيجي تتكلم على الجافا، او المواضيع بتبقى اسهل من كده. مفيش موضوع البوينترز وفكرة الميموري بقى والكلام ده كله. الموضوع هيبقى ابسط من كده بكتير، بس دي شوية بيزكس انت لازم تكون عارفها عشان تبقى فاهم الآلة ماشية ازاي، او تفهم الاساس عندك كان ماشي ازاي. وبعد كده لما تيجي تستخدم بقى، استخدم اللغات التانية على سواء جافا ولا بايثون ولا ايا كان بقى الحاجة اللي هتكتب بيها. خلينا دلوقتي نتكلم عن حاجة مهمة جدا برضو، زي كل الحاجات اللي فاتت اللي كانت مهمة، السترينجز. ايه هي السترينجز لما اجي اتعامل مع كلمات؟ المفروض دلوقتي لو انت بتفكر شوية وشغلت دماغك كده، انا قلت لك دلوقتي اكتب لي كلمة مثلا زي مصطفى مثلا، قلت لك عايزك تكتب لي مصطفى، فتطبع لي كلمة مصطفى، هتطبعها ازاي؟ لو شغلت دماغك شوية، احنا اخدنا حاجة اسمها كاركتر صح كده؟ فكنت باجي اقول كاركتر مثلا اكس بتساوي ايه، صح؟ كان ممكن نقول كاركتر واي، احنا قلنا مصطفى صح، نحط هنا ان. كاركتر واي بيساوي ان. طيب او اسم مصطفى طويل قوي، فممكن نغير الاسم ده، نفترض مثلا ممكن نقول سلمى اس و ايه. ومفروض ان احنا نقعد بقى نمسك ده كده بالمنظر ده، كنترول سي اس اي ال ام 5 حروف المفروض. وهنا ده نسميه ان، وده نسميه ام، وده نسميه زد، ونكتب هنا ال وهنا ام. طبعا موضوع ممل جدا. فكده لما انا عاوز اطبع الكلام ده، فانا بقى المفروض اعمل برنت اف ليه بقى بالمنظر ده كده. اعمل هنا برسنتج سي عشان الداتا تايب بتاعي، واقول له اطبع لي ايه؟ اطبع لي اكس. وبعد كده اقول له اطبع لي ايه؟ اطبع لي واي بالمنظر ده. 1 2 3 4 5. هنا قلنا نمشي بنفس الترتيب بتاعنا، فاقول له هنا اطبع لي واي، واقول له هنا اطبع لي ان، واقول له هنا اطبع لي ام، واقول له هنا اطبع لي زد. فلما نيجي نبيلد ونرن المفروض يطبع لي الكلمه دي، طبعها لي. طيب نريح نفسنا من وجع الدماغ ده كله، قلنا بنعمل array صح كده؟ فباجي اقول هنا array of characters، هنسميها مثلا name. نعمل المنظر ده كده، نقول بتساوي، ونقوم عاملين كده بالمنظر ده. هنقول اول حرف اللي هو A S، بعد كده A، بعد كده L، بعد كده M، بعد كده A، صح كده؟ طيب انا دلوقتي عملت حاجه اسمها character of name، اطبع لي فيها حروف بدل ما نعمل وجع الدماغ اللي عملنا شويه. طب لو عايز ابرنت الكلام ده، ممكن ان انا اعمل فور لوب واحط هنا بقى اقول له name of i بقى. لو انا عندي مثلا i بتبدا من 0 و1 و2 و3 وهكذا، انا عندي هنا 5 حروف فهتبدا من 0 ل4. بس بدل ما اعمل كده، لا، في حاجه جميله جدا في السي بسيطه اللي هي عباره عن strings. هو فاهم ان دي كلمه لانها عباره عن حروف جنب بعضها، يعني هي الكلمه في الاصل عباره عن array of characters. عباره عن لو انت عندك مثلا رف كده 4 ترفف جنب بعضهم او 5 ترفف، هتحط في اول رف حرف، وتاني رف حرف، وتالت رف حرف. بعد كده تقوم تبص على الارفف من بعيد كده، تلاقي الكلمه دي اتكتبت او الاسم ده اتكتب اللي هو مثلا سلمى. طيب انا دلوقتي عايز اطبع الكلام ده مره واحده، فعندنا حاجه اسمها percentage s دي بتعبر لي عن string، واقول له اطبع لي النيم بكل بساطه. بيلد وران قام طبعها لي على طول، وطبع لي في الاخر سيمي كولون. طب ليه السيمي كولون دي؟ السيمي كولون دي جاربج. يعني ايه جاربج؟ يعني دلوقتي هو الطبيعي جدا لما تيجي تتعامل مع سترينج، هو الكمبيوتر مش فاهم، فبيكتب الاس ويكتب الاي ويكتب ال ويكتب الام ويكتب الاي، عشان انا استخدمت هنا برسنتج اس. تمام. لو كنت عملتها بالسي ما كانش هيظهر اي جاربج. الجاربج اللي هي حاجه موجوده في الميموري، هو ما تعرفش هي جت منين، يعني حته في الميموري كان موجود فيها حاجات وقامت اتطبعت معاك كده، يعني بسبب غلطه عندك في الكود او كده. فهو عشان انا استخدم برسنتج اس، انا ماشي واحده واحده اهو. عشان استخدم برسنتج اس لازم اجي هنا وبنعمل حاجه اسمها نل، اللي هي باك سلاش زيرو. تمام. ايه بقى النل ده؟ انا هنا بقول له اطبع لي اس واي وال وام واي، واول ما تشوف ده ما تطبعش حاجه خلاص، لان هو لو كمل اكتر من كده هيطبع لي جاربج. لما نيجي نبيلد ونران بالمنظر ده، نلاقي الكلمه اتطبعت معانا صح. ايه فكره الجاربج او ايه فكره قلنا بقى اي اسم عندي او اي كلمه عايز اكتبها، هي عباره عن array of characters، مجموعه من الحروف جنب بعضهم.
جميل الكلام. طيب لو انا عايز اريح نفسي وما اعملش فور لوب وبرسنتج سي واطبع زي ما كنا بنشتغل زمان واستخدم سترينج، هشتغل بسترينج، فباجي اعمل هنا برسنتج اس واقوم قايل له ايه اطبع لي الحاجه دي على طول، اللي هو النيم ده على طول بكتبه هنا على طول من غير بقى ما اقول نيم اوف 0 ونيم اوف 1 ونيم اوف 2 وهكذا. لا انا هعمل كده. بس هو بيحصل عنده مشكله ان هو مش عارف برسنتج اس دي، هو مش عارف يطبع لحد فين، هو مش فاهم يطبع لحد فين، فبالتالي لازم اديله اللي هو النل اللي هنا ده، اقول له اول ما تلاقي ده كده خلاص مش هيطبع ده، بس هيفهم ان هو لازم يقف بس. فممكن طريقه تانية اكتب بيها كده مثلا نسميها char name2 بالمنظر ده، واقول بتساوي مصطفى بالمنظر ده كده. طيب لو انا عايز اطبع name2 خلونا نبيلد ونرن، هيطبع لي مصطفى مفيش اي مشكله. فانا تجنبت فكره ان انا اتعامل مع النل. يبقى أنا لما باجي احجز مكان لكلمه، الكلمه دي لو فيها 5 حروف تمام، ادي واحد اس و A و L و M و A، ادي كده 5 حروف، مش هقول له هنا نيم اوف 5، لا غلط، هقول له نيم اوف 6، لان انا لازم اعمل حساب لمكان اسمه النال اوبريت او النال بتاعي ده، او اللي هو اللي بيفهم منه ان هو بيقول له خلاص انت برسنتج اس هتفضل تطبع لحد ما تلاقي الاوبريتور ده. طب لو انا خليته مش موجود شلته هيحصل عندي مشكله ويظهر لي علامه كده من الهوا كده ايا كانت هي ايه. فخلينا نرجعه تاني كنترول زي كنترول زي كنترول. طيب جميل جدا. في طريقه تانية اسهل، وهو هيفهم ان انت بتتعامل مع سترينج، بقول له char name2، انا قلت له كده دي array of char، واقوم كاتب الكلمه بتاعتي ما بين تو كوتيشن ايا كانت هي ايه. فهنا مصطفى عباره عن كام حرف؟ ام و او اس و تي و اي و اف و اي، عباره عن 7 حروف، هو لوحده هيحجز هنا 8 بالمنظر ده، هو فاهم ان هو هيحجز 8. فنيجي نطبع كده طبع مصطفى. طب لو جينا نقول له هنا 6 مثلا اقل من المطلوب، ايه اللي هيحصل؟ جاربج. ايه الجاربج دي؟ بص ايه اللي حصل، هتلاقيه جاب اسم سلمى. طب هو جاب اسم سلمى ده منين؟ كتب مصطفى سلمى، خدت بالك من ده؟ طب ده سلمى دي عباره عن حاجه كانت محجوزه في الميموري، خلاص انت ما عدتش بتستخدمها، فهو لقاها وقام طبعها بالغلط، لان هو انت ما لقاش النال اوبريتور بتاعه، ما حجزتش مكان للنال اوبريتور بتاعك. فخلينا نرجع 8 تاني. طبعا مش شرط يطلع لك سلمى، ممكن يطلع لك اي حاجه، دي جاربج يعني، دي زباله في الميموري يعني. طيب لو انا عايز اعمل سكان لاسم، احنا كده فهمنا ازاي اعمل برنت. لو عايز اعمل سكان هقول مثلا ان انا عايز اعمل كلمه مثلا من 5 حروف. جميل الكلام. طيب لو الكلمه 5 حروف انا محتاج مكان زياده عن ال5، يبقى ان زائد 1، يبقى لازم هنا ايه يعني، خلينا نقول كده ايه we need n plus 1. طيب انا عايز احجز مكان زياده لو الاسم عندي عباره عن 5 حروف، لا يبقى انا لازم 5 زائد 1 فاحط 6، اقول له احجز لي 6. طيب عايز احط الاسم ده ايا كان ايه من 5 حروف، بقول له هنا برسنتج اس. وهنا بقى قلنا في السترنج في حلقه الفاريبلز وكده، قلنا ان انا لما باجي اتعامل مع سترينج ما بحطش هنا امبرساند في الاسكان، دي الحاله الوحيده اللي مش بحط فيها امبرساند، فباجي اقول له حط لي هنا نيم. طيب عايزين نطبعه بعد كده برنت اف برسنتج اس، نقول له اطبع لي هنا النيم. يبقى دلوقتي هيطلب مني احط له نيم من 5 حروف، فهنقول هنا مثلا سلمى، يقوم يطبع لي سلمى. طيب لو اديته حاجه ازيد من 5 حروف هيطبع لي يعني مثلا قلنا ايه خلينا نقول مصطفى مثلا ازيد، طبعا مصطفى، بس مش شرط دايما يطبع لك مصطفى، ممكن يقابله مشكله بسبب ان انت مش حاجز مكان كفايه. طبعا مش معنى ان هي ظبطت مره يبقى الكلام ده صح، لا هي انت وحظك، هي مش هتظبط كده يعني، هي مش دايما هتظبط معاك كده يعني. لو جينا كتبنا حروف كتير جدا 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 طلعت لنا. طيب انا ممكن دلوقتي ال6 اماكن اللي هو عملهم دول، هو في الحقيقه الميموري ما بتحجزش كده بالظبط، بس احنا بنعلمك الصح او لك الصح بيه. بس هو دايما بيعمل حساب حاجه زياده، دايما لما بيجي يتعامل مع سترينج بيعمل حسابه ان انت ممكن تكون ناسي مثلا، فبيحجز عندك بالزياده. هو دايما بيتعامل مع كده. بس الصح ان انت لو جيت تعمل تريس بايديك كده لازم تبقى فاهم ان انت لو هتعمل كلمه فيها 5 حروف يبقى لازم تديها ايه مكان سادس تحط فيه النال اوبريتور بتاعك او الايه زي ما عملنا من شويه لما جينا فرطنا الحروف. ده بالنسبه للبرنت والسكان. طيب حاجة مهمة جدا، لما كنت باجي اقول هنا كده انت اكس بتساوي 10 واقول انت واي، وقوم جاي هنا اقول لك الواي بتساوي الاكس بالمنظر ده، فاروح شوف لي الاكس فيها كام ومحطه لي في الواي، ونيجي نبرنت الواي بالمنظر ده برسنتج دي، نقول اطبع لي الواي يا معلم كده بالمنظر ده، ونقوم نبيلد ونرن.
هيطبع لي 10. اخدنا الكلام ده وفاهمين. هل الكلام ده ينفع اعمله مع string؟ تعالوا نجرب كده. بنقول char name1 بيساوي، خلينا نقول مثلا نفس الامثله اللي اشتغلنا عليها، وchar name2 خلينا نقول اسم برضو من 5 مثلا، نقول اي اسم. خلينا برضو نشتغل على نفس المثال بالمنظر ده. طيب هل ينفع ان انا اقول name1 يساوي name2؟ هل الكلام ده يفهمه هو او ينفع معاه؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ دلوقتي انا هنا عندي حاجه، تمام، عباره عن ام او اس تي، هنا 7 حروف وهنا 5 حروف. هل ينفع انا عندي دولاب فيه 5 اماكن اروح اجيب حاجات كانت في دولاب فيه 7 اماكن واقول ان انا هحشرها كلها في ال5 اماكن، ولا مش هيكفي؟ لا مش هيكفي. فبالتالي الكلام ده مش بينفع. هو ما بيرضاش بالكلام ده، هو مش هيقبل ان هو ياخد النيم 2 ده ويقوم حاطه لي هنا. الكلام ده مش صح. فعشان كده بنستخدم بقى شويه عمليات كده لذيذه جدا. في عندنا مكتبه معينه في السي بتساعدنا على الكلام ده، اسمها زي math.h. لما جينا نستخدمها فقول هاش انكلود. هنا عندنا حاجه اسمها string.h. المنظر ده دي فيها شويه فانكشناليتي زياده كده انت ممكن تستخدمها. فلما اجي اقول char name1 بتساوي مصطفى، واقول char name2 بتساوي بودي، لو انا عايز اخد اللي في name2 احطه في name1، راعي طبعا موضوع ان المكان اللي في name1 يكفي. طبعا هو كده يكفي لان بودي دي اقل. فبعمل حاجه اسمها str copy بالمنظر ده. فباجي بالمنظر ده كده اقول له str copy، يعني اعمل لي copy لنيم1 ونيم2. معناها ايه؟ معناها خد لي اللي في name2 حطه لي في name1. فلما اجي اطبع دلوقتي print if، قلنا %s بالمنظر ده، واقول له اطبع لي name1 صح كده، المفروض يطبع لي ايه؟ يطبع لي بودي. في مشكلة حصلت. طيب ايه المشكلة اللي حصلت؟ هي المشكلة اللي حصلت، تعالوا نتريس كده. ان انا نسيت هنا اقول ان دي array وانا بكتب. انت لو نسيت تقول ان هي array. فدلوقتي هو المفروض هياخد name2 ده اللي هو بودي ويحطه لي في مصطفى، مكان مصطفى. فلما اجي اطبع name1، طبعا لازم انت تعمل العلامات دي عشان تقول ان انا بشتغل على array، عشان هو يفهم الفرق ما بين الكاركتر والسترنج. فلما اجي ارن بالمنظر ده الاقي طبع لي بودي. طب لو انا عايز اعكس واقول له حط لي اللي في 1 في 2، هل هيرضى؟ اقول له اطبع لي 2، نبيلد ونرن، طبع لي. بس عايزك تاخد بالك من حاجه، ان 2 هنا انا مش حاجز له مكان كبير، حاجز له مكان ل4. جميل الكلام. او بمعنى صح كده هو حاجز 5، حاجز للبي والاو والدي والاي زائد النل، فيبقى عندي كام؟ 5. يبقى 4 زائد 1 زي ما اتفقنا. هل دايما ده هينفع او هل دايما ده هيشتغل؟ لا ده مش صح. يعني مش معنى ان هي ظبطت او معنى ان هو حجز لك زياده يبقى انت تشتغل على الاسلوب ده. لا، دايما اعمل حسابك ان انت تحجز بالزياده بحيث ان انت تقدر تتعامل مع الفاريبلز بتاعتك باسلوب افضل. طيب نتكلم في ايه دلوقتي؟ دي كده الاس تي ار كوبي، لان انا قلت ان انا ما اقدرش اقول نيم 1 بتساوي نيم 2 زي ما كنا بنقول اكس بتساوي واي، فاروح شوف لي اللي في واي وحطه لي في اكس. ما ينفعش انا اقول له نيم 1 بالمنظر ده، نيم 1 بتساوي نيم 2، اللي هو كاني عايز اقول له شوف لي اللي في نيم 2 حطه لي في نيم 1 اللي هي هنا بالمنظر ده كده. فده ما بينفعش عندنا في السي. فبالتالي بستخدم حاجه اسمها str copy من string.h. لو مش كاتب الstring.h ما عندوش اللايبراري دي مش هيفهم يعني str copy، مش هيلاقي الفانكشن دي اصلا. فهياخد اللي في 2 ويحطه لي في 1 بالمنظر ده. طيب جميل جدا وبسيط. دي اول مشكله واجهتنا، فاحنا حلناها بحاجه اسمها str copy. طب لو عايز الزق كلمتين في بعض، عايز يطبع لي حاجه اسمها مصطفى وبودي جنب بعضها كده على طول، تبقى لازقه في بعضها. طيب خلينا ندي دي مثلا 32 وندي دي 64، يعني نحجز مساحه كبيره مش مشكله، مش هنخسر حاجه. بس طبعا كده هتعود نفسك ان انت بعد ما تفهم الداتا ستراكشر تدرسها ان انت تحجز على قد الحاجه اللي انت عايزها. انا عايز الزق كلمتين في بعض، فعندنا حاجه اسمها str cut بالمنظر ده كده، واقول له name 1 تمام و name 2. طيب انا دلوقتي عايز اطبع الكلام ده، عايز اطبع الكلمه دي متلزقه print if
نقول هنا percentage s، ونقول له هنا ايه، ناخد الفانكشن دي كده ونقول له اطبع لنا الكلام ده. معناها ايه؟ روح شوف الفانكشن دي ولزق لي ده مع ده واطبعه لي. شيل دي من هنا ملهاش لازمه. نبيلد ونرن. طبع لي مصطفى بودي بودي. طب ليه طبع لي مصطفى بودي بودي تفتكروا؟ عشان هنا في print f name2. لو شلناها وعملنا build ورن طبعا مصطفى. طبعا وانت بتتعلم البرمجه او انت بتبرمج او بتكتب برنامج كل فتره هيقابلك مشاكل مختلفه، فلو انت قابلت المشكله قبل كده تعرف تحلها على طول، هتلاقيها على طول. لو اول مره تواجهك هتلاقي ان انت هتقعد شويه وقت عقبال ما توصل ليها، بس لو قابلتك بعد كده ايه هتعرف تحلها. فعادي جدا ان انت تتلخبط، يعني انا مش بقول كده عشان انا اتلخبطت، بس بكل بساطه انت فعلا هتتعرض لده كتير من كتر ما هتكتب وكده. ممكن تنسى حاجه، ممكن تدخل حاجه في حاجه، الكلام ده كله وارد جدا. فما تفكرش ان ده مثلا نوع من انواع الغباء او ان انت مش فاهم او الكلام ده كله. لا عادي، يعني احنا بشر وايه ممكن ننسى حاجه، ده طبيعي جدا. وعامة البرمجة قايمة على التستنج، يعني انت بتست وترن تست وترن. يعني مثلا لو عايز توصل لحاجة معينة وعايز تجرب حاجة معينة بتفضل تست وترن تست وترن وهكذا. ما احنا كده اتكلمنا على ال str copy وال str cut. طيب لو عايز اقارن ما بين كلمتين، فانا لما كان عندي هنا باجي اقول int x بتساوي 10 واقول int y بتساوي 20، فعايز اعمل if condition اقول له if ال x تساوي y اطبع لي مثلا قول لي yes equal، قول لي ان هما equal. طيب لو انا عايز اتعامل بقى مع strings، مش عايز اتعامل مع ارقام زي المنظر ده، هل ينفع ان انا اقول له لو name واحد بيساوي name اتنين؟ لا الكلام ده ما ينفعش. فعشان كده بنجيب function برضو من string.h اسمها str comparison. في case comparison اللي هو بيفرق معاه السمول والكابيتال، وفي comparison على طول ما بيفرقش معاه السمول والكابيتال. فبنقول له هنا قارن لي ما بين، فلنفترض ان انا اقول له name 1 و name 2. لو الكلام ده رد لي 0 قول لي ان هما ايكوال. طب يعني ايه الكلام ده رد لي 0؟ هو دلوقتي بيعمل مقارنه ما بين ده وده، فبيديني حاجه من 3 حاجات، يا بيديني 0 يا بيديني رقم اقل من الزيرو يا بيديني رقم اكبر من الزيرو. طب امتى يديني 0؟ لو لقى ان نيم واحد هو نيم 2، لو لقى ان دي مثلا بودي ودي بودي فهيقول لي يس ايكوال. طيب ممكن يرد لي حاجه رقم اصغر من الزيرو، يعني ممكن بدل ما يديني ايكوال دي يديني حاجه اقل من الزيرو مثلا، او يديني حاجه اكبر من الزيرو. طب لو اقل من الزيرو معناها ان اس واحد اصغر من اس 2، يبقى لو اداني هنا اقل من صفر معناها ان اس واحد او السترنج الاولانيه دي كده اصغر من السترنج التاني. طب يعني ايه سترنج اصغر من سترنج؟ معناها انت لو جبت قاموس بتلاقي قاموس عندك الاي والبي والسي والدي وهكذا، فمعناها ان في واحده موجوده قبل التانيه، فمعناها ان هي اصغر منها او اكبر منها على حسب. طيب لو اكبر من الزيرو معناها ان نيم 2 اكبر من نيم 1. تمام، يبقى لو اصغر من صفر، عشان هتحتاج الكلام ده في السورتنج لما تيجي ترتب حروف وكده، يبقى لو اصغر من الصفر معناها ايه؟ معناها ان نيم 1 اصغر من نيم 2. طيب لو اكبر من الصفر معناها ان نيم 1 اكبر من نيم 2. يبقى احنا عندنا 3 حالات، لو ايكوال 0، لو اداني 0 ردت لي 0 الفانكشن دي، يبقى ايه؟ الاثنين ايكوال لبعض بالظبط. خلينا نجرب برضو. طيب لو ادتني اقل من الزيرو قلنا يبقى نيم 1 اقل من نيم 2. طب لو قلنا اكبر من الزيرو يبقى نيم 1 اكبر من نيم 2. طيب احفظها هتلاقيها على الويب سايت برضه. فلو قلنا هنا بتساوي 0 بالمنظر ده، وقلنا هنا خلينا دي برضه بودي، فهو المفروض يقول لي يس ايكوال لما اجي دلوقتي. فعلا قال لي يس ايكوال. طيب لو انا خليت دي بودي وزودت فيها كذا اي مش هيرد لي حاجه، مش هيكتب لي حاجه، لان هو لقاها مش تساوي 0. طبعا هيديني بقى سواء اكبر من 0 او اصغر من 0. هو بيمسك اول حرف، مش يعني هو بيشوف البي مع البي فبيفوتها لان هما شبه بعض، او مع او يفوتها، دي مع دي يفوتها، اي مع اي يفوتها. يبدا بعد كده بقى يشوف الحاجات اللي مش متشابهه. تمام، يبدا ان هو يشوف الاسكي بتاع ده ناقص الاسكي بتاع ده. الاسكي ده هو رقم انا برمز بيه للحرف بتاعي، فمثلا عندي حرف مثلا ايه ممكن تلاقيه عامل 65 او 67، بعبر عنه برقم، لان احنا قلنا في الاخر ان الكمبيوتر بيفهم ايه زيروز وانز. فلو عندي رقم ديسيمال في الاخر بحوله لزيروز 1، فهو بيفهم ان هو بيتعامل مع حرف معين ايا كان. مش لازم ندخل في التفاصيل دي، بس هو بيبدا يقارن حرف بحرف، ويبدا لو لقاهم شبه بعض بيسكيب بعد كده يمسك اول حاجتين مختلفين عن بعض. طيب لو ما لقاش حاجتين مختلفين ولاقي هنا ان في زياده، خلاص هو فاهم ان هما مش زي بعض، خلاص مش محتاج. طيب لو لقى ان هو اقل برضه نفس الفكره.
طيب لو لقى ان هو كلمتين من نفس الحروف، بيبدأ يقارن اول اتنين مختلفين، يشوف الاسكي بتاع ده ناقص الاسكي بتاع ده، وعلى حسب بقى يديني رقم اكبر من الزيرو اصغر من الزيرو، على حسب مين اكبر من مين زي ما اتفقنا. شكرا ليكم، واتمنى تكون حلقة